ما تقوليش بجد انك مصدق ان الانترنت ده اتعمل علشانك؟ ده اتعمل علشان يتجسسوا علينا. انا مش عارف انا بهزر او لا، بس ده اللي انا قرأته جوه نظرية المؤامرة. مفيش حدود للخيال او كنترول على الابداع. فلو ما عملتش اللايك والاشتراك انزل اعملهم دلوقتي وسيب لنا تعليق حلو من ذوقك قبل ما ياخدوا الفيديو ويسحبوني معاه. فان شاء الله ده هيكون موضوع حلقتنا النهارده عن نظريه المؤامره. فلو ما عملتش اللايك والاشتراك اعملهم دلوقتي وخلونا نحكي الحكايه ونشوف الموضوع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في حلقه جديده من البرنامج العبقري المثير للجدل ده. اول حاجه احنا عايزين نعرفها ايه هو معنى نظريه المؤامره. معنى نظريه المؤامره ببساطه هو اي تفسير بديل للواقع، بس الواقع اللي في دماغ ناس معينه بيبقى عامل زي فيلم ميشن امبوسيبل بس النسخه العربي. يعني بدل ما نقول حصلت ظاهره طبيعيه في مكان ما، لا لازم نقول لا دي خطة مدبرة من حكومة العالم الخفي اللي بتتحكم في الاقتصاد العالمي واللي معاها ريموت كنترول بتشغل بيه الكوارث. مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. سنة 3000 قبل الميلاد قوم من البدائيين شافوا الشمس بتغرب عادي، يعني ما فيهاش حاجة دي. راح قام واحد منهم قال لهم انتوا شايفين اللي انا شايفه ده؟ راح قالوا له شايفين ايه يا ابني؟ مالك في ايه؟ قال لهم الشمس بتختفي كل يوم. لا ده اكيد في ناس فوق الجبل بيخطفوها. وهنا ظهرت اول نظرية المؤامرة في التاريخ وهي جماعة خطف الشمس. اشهر نظريات المؤامرة اللي قلبت الدنيا يا صديقي واحد الهبوط على القمر. والله ما تستغربش يا صديقي، في ناس مصممة ان ارمسترونج نط من على سلم خشبي استوديو هوليوود والمخرج كان ستانلي كوبريك، ولحد دلوقتي في ناس بتدور على خلفية الكرومة بتاعت القمر. كلها دلوقتي بقت عايزه تنط على القمر. وتاني حاجه يا صديقي الارض المسطحه. رغم ان الطيارات بتلف حوالين الكره الارضيه، في ناس بقى بتقول ان الارض شبه البيتزا والميه مش بتقع من الاطراف علشان بقى في جدار جليدي حرسه النيل. والجدار الجليدي ده بقى يا صديقي قالوا عليه نظريات، مش نظريه واحده. ولو مش مصدقني عندك الدكتور محمود صلاح ممكن تروح تسأله. وتالت حاجة الفري ماسونز. يا صديقي الماسونية الجماعة السرية اللي بيقولوا انهم بيتحكموا في العالم والبنوك والحكومات والمطاعم اللي بتقلي البطاطس مرتين. شايف صديقي دلوقتي اللي بيقول لي طب انا امي بتقلي البطاطس مرتين يعني كده امي ماسونية؟ ايه ده يا باشا؟ بقول لك دي نظريات مؤامرة، يعني كلام فيستك في الاساس. ورابع حاجة الكورونا المؤامرة. في ناس شايفة ان مرض كورونا الله لا يعودها ان ده كان مؤامرة، وشايفين ان الفيروس اتعمل في معمل واتنشر في العالم كله علشان نشتري كمامات وتزيد ارباح شركات المعقمات. ودايما يا صديقي في كل قصة مؤامرة بيبقى فيه شخصيات اسطورية. الظل الغامض اللي دايما بيظهر في الخلفية بيبقى وشه مش باين من كتر الضلمة، او العالم المجنون اللي كان بيشتغل مع الحكومة واول ما اتهرش من الحكومة وسابها يطلع في فيديو يقول انا كنت شغال على جهاز كان بيتحكم في الجو. او الصحفي الباحث اللي بيبقى معاه ملف خطير جدا وقبل ما يفصح عن الملف ده فجأة يموت بدون اي اسباب قبل ما نعرف ايه هو الملف. بيفاجئونا وخلاص. طب تيجي دلوقتي يا صديقي تسألني هو احنا ليه بنصدق النظرية؟ الدماغ البشري بطبيعته بيحب الحكايات زي ما انا بحكيها لك كده يا صديقي. بيحب نفهم ونربط ونفسر المعلومات، ومش بنرتاح ابدا واحنا مش فاهمين حاجة. ولما حاجة تحصل ملهاش اي تفسير مباشر نخترع لها تفسير، وغالبا بيكون تفسير درامي. لان احنا يا صديقي بنحب نعيش في جو وحكايات المسلسلات، ومش بنحب نعيش في جو نشرات الاخبار. وصلت يا صديقي؟ يعني انا كمحمد ليا واحد صاحبي كل ما يجيب شاحن والشاحن ده ما يكملش معاه ويبوظ يقول لي الشركه هي اللي قصدها تعمل كده. اقول له طب والشركه هتعمل كده ليه يا ابني؟ يقول لي يا عم هي هتعمل كده وخلاص، ويقول لي بدون اي تفسيرات. وتخيل كده معايا يا صديقي لما امك تقول لك احنا الجيران عاملين علينا نظريه علشان الصبار اللي عندنا في البلكونه ما تكبرش. تقول لها طب يا ماما انت سمعتيهم شفتيهم هما بيجتمعوا عشان يموتوا الصباره دي؟ تقول لك يا ابني قلب الام خلي بالك منه. وماله يا عم وماله، بس رضا الوالدين برضو مهم. وما زال يا صديقي نظريات المؤامره مستمره معانا
لحد دلوقتي. بس لحظة كده يا صديقي، مش كل حاجة ناخدها بهزار، لأن نظريات المؤامرة ممكن تدمر حياة ناس فعلا، زي مثلا لما ناس تكذب العلم أو ناس ترفض التطعيمات، تنسى إن مفيش حاجة أصلا اسمها إسرائيل، إنهم محتل على أراضي إخواتنا الفلسطينيين. فبالله عليك يا صديقي ما تنساش ليهم الدعاء. وكمان من نظريات المؤامرة إن في كائنات فضائية بتحكم العالم. يا راجل ده من كتر عظمتهم قالوا إن الأهرامات اللي بنوها فضائيين، كتر مش قادرين يستوعبوا ازاي عنصر بشري في عدم تقدم العلم بنى الاهرامات دي. فراح هبدا كده وقال لك الفضائيين هم اللي بنوها. طب دلوقتي انت تيجي تسالني احنا نصدق ايه؟ المشكله يا صديقي مش في التفكير، المشكله اصلا في الدليل. يعني اسال وافحص وابحث، بس ما تبقاش اسير لفكره ما او تصبح امعة للي حواليك وتسجن دماغك في الشك المزمن. نظريه المؤامره يا صديقي مش دايما غلط وبرضه مش دايما صح، بس المؤكد ان العقل اللي بيفكر اغلى من اي مؤامرة ممكن تسيطر عليه. فخليك دايما العبقري اللي يضحك ويفكر ويشوف الصورة كاملة، حتى ولو الصورة دي فيها جمجمة عين طاير. بس يا صديقي دي نهاية حلقتنا عن نظرية المؤامرة. لو عجبتك الحلقة دوس لايك بسرعة قبل ما الحكومة السرية تحذف الفيديو ده، والحق اشترك في القناة قبل ما يقفلوا النت عندي وقبل ما ياخدوني انا شخصيا. فالحق اعمل كل ده يا صديقي، وخلي بالك لو ما لقيتنيش عملت الفيديو الجاي اعرف انهم قفشونا يا صديقي. وكمان ما ننساش الدعاء لاخواتنا الفلسطينيين. صح يا صديقي، نسيت اقول لك قبل ما نقفل الحلقه، ان شاء الله احنا كنا هنعمل سلسله بتضم كل الاحداث في فلسطين. ان شاء الله السلسله دي هنسميها حكايه الارض المقدسه. فلو عجبتك الفكره اكتب لنا في التعليقات، وان شاء الله هنبدا ننزل السلسله دي من اول الفيديو الجاي. دي هتكون سلسله مخصصه لوحدها. بس يا صديقي دي نهايه الحلقه. بس سلام.